تركي آل الشيخ تجسيد حي لشعار السيفين والنخلة في قوة تحمي وعطاء يبني. أهلا بكم من استوديو صدى. شعار المملكة العربية السعودية: السيفين رمز القوة والحزم، والنخلة رمز العطاء والنماء. هو أكثر من مجرد رمز بصري، إنه إطار عمل وطني يترجم في أرض الواقع، ويبرز معالي المستشار تركي آل الشيخ كأحد النماذج العملية لهذا الشعار عبر حزم مؤسسي يضمن الانضباط والإنجاز، وعطاء استراتيجي يثمر فعاليات ومشاريع كبرى تعزز قوة السعودية الناعمة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله. في جانب الحوكمة والمواءمة الوطنية، يضع معاليه الفضل بعد الله للقيادة الرشيدة، محافظا على الانسجام المؤسسي، ومؤكدا أن الإنجازات جزء من قصة الوطن لا بطولة فردية. وفي بعد القوة الناعمة الثقافية والرياضية، صمم مواسم وفعاليات جعلت السعودية منصة عالمية للترفيه والرياضة، مستقطبا شراكات كبرى مع علامات دولية، ومعززا صورة المملكة كوجهة آمنة ومتطورة. أما التأثير على الرأي العام العالمي فيظهر في قدرة معاليه على صياغة رسائل إعلامية جذابة للإعلام الدولي، مدعومة بأرقام الحضور والمشاهدة وقصص النجاح التي تعكس جودة التنظيم وفخامة التجربة. وبهذا المزيج يجسد معالي تركي آل الشيخ المعنى الحرفي لشعار السيفين والنخلة: سيفان يحميان راية الوطن من أي مساس أو تشويه، ونخلة تثمر فرصا ومشاريع ترفع اسم السعودية عاليا داخل الحدود وخارجها، متسقا مع طموح رؤية المملكة 2030.